أعزائي الطلبة والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد. لو أول مرة تشوفنا وعجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك، ولو مش مشترك في القناة اعمل سبسكرايب واشترك حالا وفعل الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد وحصري، ولو عملت شير يبقى فيك الخير. أعزائي الطلبة والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من دروس النهارده. معاكم عادل بسيوني ومستمرين مع يونت 5 من كتاب العمالقة، واحنا موجودين ان شاء الله في صفحة 171. العنوان بيقول finish the following dialogue، اكمل هذا الحوار. احمد ونور بيتكلموا. بدأ احمد الكلام وقال له do you have a goal to achieve نور؟ يا ترى عندك هدف علشان تحققه؟ فقال له احمد an artist. اذا هو كان قال له في البداية I want to be an artist. An artist? Why؟ قال له I like arts أو I like art أو I like painting. I know that you are interested in paintings. أنا عارف إن أنت مهتم بالرسومات. Why do you want to be an artist? Have you won a lot of competitions? Yes, I have won a lot of competitions at school. What an amazing achievement. Thank you. شكرا لك. السؤال الثاني واللي بيقول read and complete the text with the words from the following list. This is an app to help people with their schoolwork and homework. I needed all my work and to be in the same place and timetables وجدول مواعيدي. To be in the same place, so I made it to reminds me علشان تفكرني. Then my friends like وأصدقائي كمان أحبوا الفكرة. So I decided قررت to let other إن أنا أخلي الناس التانية use it. ومع السؤال الثالث choose the correct answer، اختر الإجابة الصحيحة. can write يقدر يكتب and paint beautiful things. طبعا ده يا شباب هو ايه؟ الكرييتيف بيرسون، الشخص المبدع هو اللي يقدر يعمل كده. The blind girl didn't join school because it doesn't have the right equipment. People who organize meetings and competitions are called organizers, منظمين. Sayed created an app to help his students with their homework. The synonym of create is make. خلق أو صنع. My is to join the secondary school. My dream. حلمي. Muhammad is in helping others. Muhammad is interested in مهتم بي. Interested in مهتم بي.
ومع وصلنا للسؤال الخامس complete with the correct form أكمل بالصيغة الصحيحة. You eat your lunch yet. طبعا دي صيغة سؤال وبالتالي احنا هنحط السؤال في زمن المضارع التام. وليه المضارع التام؟ علشان yet بتأتي في نهاية الجمل المنفية والسؤال في زمن المضارع الايه؟ التام. وبالتالي المفروض السؤال يكون have you eaten your lunch yet؟ حازم has do his homework yet. جملة مثبتة فهقول hasn't لم يفعل. احنا لسه بنقول ان هو ما عملش الواجب وبالتالي الجملة هنا ايه؟ منفية. رضا hasn't made breakfast. لا هقول has made breakfast. جملة مثبتة علشان already بتيجي في نهاية الجمل المثبتة. سيد stayed in طنطا. طب وليه قلنا stayed ما قلتش has؟ علشان ago تأتي مع زمن الماضي البسيط. Nobody has seen my bag yet. حتى الآن واللي بتيجي في نهاية الجمل الايه؟ المنفية. أعزائي الطلبة والطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد. لو أول مرة تشوفنا وعجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك، ولو مش مشترك في القناة اعمل سبسكرايب واشترك حالا وفعل الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد وحصري، ولو عملت شير يبقى فيك الخير. أشكر لكم طيب المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.